الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد كابتن حتتات تحتيتا زلا جلسبات مس جماعة الناس قولون كله أب سجود مسبوعنا ويحدو عاي قبرو التي إمام تسيئو سورة الفاتحة جميرو كله نسو دماني أب سجود كوينو دعاي قبر إذا خمير رأيين زبل هذا لا يجوز إذا كابتن ديفك أديو تواجب ني مأموم إن إمام تختلو زسجد دلو ضد حرت إمام تختلو يخيد دلو مالتيو إذا ركع إمامه أن يركع ركوع تجيرو ركوع تكبر سجود تجيرو سجود تكبر كاب سجود تسيء الله أكبر تيلو ضد حريو بدد كتب لي زلكا ولذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع فاركعوا إلى ركوع تجيرو ركوع قبورو وإذا قال سمع الله لمن حمده تيلو دماني فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا سجود تجيرو دماني سجود قبورو يعني نتي إمام كتكتولي أخذ لك ولذلك بحديث صحيح وين إنما جعل الإمام ليؤتم به لهم إمام تجيرو زلوكو نعو تختلك نخسجديو إذن كاب سجود انت دعا تسيئو دو انت دعايلو نعو تختلك أخنبر قيام كتكبر دلكا عب سجود كوينكا نويح دعا كتكبر نتي إمام سورة الفاتحة الناقر إن كله زي خلاف السنة أيو. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لهم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه نسو زي سرحو زلو أي تسرحون تدعب قيام هالو خوينو قيام كديخا عب سجود داك الترفيه بالكان فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر تدع الله أكبر يلو سخاتكم دما الله أكبر بولو قدميو تكبير أي تكبروا لهم وإذا ركع فاركعوا ركوع تجيروا دما ركوع كبروا ولا تركعوا حتى يركع كسام نسو إمام ركوع زقبر ركوع أي تكبروا وإذا قال سمع الله لمن حمده انت دعايلو دماني كاب ركوع تملسوا فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا سجود تجيروا دما سجود كبروا ولا تسجدوا حتى يسجد سجود نسو كي ورنا كله سجود أي تكبروا وإذا صلى قائما فصلوا قياما دويلوا انت دعي سجدالو دويلكم سجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسات إمامين مخال سينو انت دعي منقو خفيلو سخومين كوفيلكم سجدوا زب الحديث وين هلنا إذن فالواجب تواجب ني إمام تختيلو تسجد أن يكون متابعا للإمام ني إمام تختيلو سجد دلو قل علماء وين انت عمد التأخر تدعى زيادة نافلت انت دا كاب امام دونجيو وي سجود كيروتي امام نسو جينا ابركو انكل ابركو انكل لها وي دماني اب سجود لها سوره الفاتحه قريو سجود انت دا ابركو انت دا خيدو تاسلات تبالا شويه يلو الا نتي امام وي زنجي اكاديو وي دماني اي سمع كايون انت دا ركوع اب سجود صنيحكا بدديلو قريو ساب ركوع كله تدعى سمعك قلتفك نتا ركوع عمزي خاب تابزي حوازلون إمام كتكتلو لك لكن النافلت كإمام أب قيام كله نسخاء أب سجود كوينك دعاء كتكبر زي خلاف السنة ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد كابتن حتتات تحتيتا زلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك زبل انتاي تنتاني زبل إذا حديث زي أخرجه الترمذي وأحمد وابن حبان سيدنا حسن بن علي رضي الله عنهما انتاي بلو حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم كاب رسول عليه الصلاة والسلام ده حفظكو حديث له دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة زبل دع ما يريبك انت يبلو شراح نزا حديث زي دع ما يريبك مالت اترك ما تشك في كونه حسنا أو قبيحا كل زي تراترك كان قدفو تصبق دي حماق دي إلكان تدعى تتراتر كان قدفو لأنه تصبق قلزيو تدعى تراتيرو كادو الله خوينو حماق ديو زبل قدفو يخا أو حلالا أو حراما تحلال بيني تحرام
بين يقلصيو زي أس حلال دو تخون حرام دو تخون الكان تدا تتاراتركا دع ما يريبك إذ تتاراتركا قدفيخا إلى ما لا يريبك نابت زي تتاراتركا أبو تقعازيخا أي وعدل إلى ما لا شك فيه نابت زي تتاراتركا نابو قسكا خيد يعني ما تيقنت حسنه وحله التي تبق إزبال كايو زي تتاراتر نابو خيد تحلالي تبلو زي تتاراتر نابو خيديخا. طبعا إذا حديث زي من جوامع الكلم النبي عليه الصلاة والسلام تقلل زبالة نشتيك الكوينا بزح معنا زلو رب العالمين هيبوم حنت خبأتن إذا حديث زي آية يعني انتايبلو على العلماء ما أجوده وأنفعه للعبد إذا سار عليه بزي حديث زي أنت دا تقعيزو حدث بسني نايب حقي بزح يزتكم فالعبد يرد عليه شكوك في أشياء كثيرة والدسب أبزو الدنيا زي أبزو خونه نقرات بزح مترطاري موصيو إذن انتاي بهال دع الشك تزترات ركا قدفو إلى ما لا شك فيه نبت زيترات ركا خيد حتى تستريح وتسلم رحم انت تركب. إذن كل قلق نمسألك شك زمسألك ترطاري زلو نعو قدفو إخا نبت زيترات ركا يقين تقورلو نابو تقعزي خاب كل نقرات أب عبادة يكون أب معاملة يكون أب نكاح يكون أب كل أبواب العلم تأتوا حديث هذه مثلا علماء انت يبلو كابتي أب عبادات زد أراتركا ودؤي ألا ديا فريسا ديا إلكان تدأت تأراترها لها خوينكا من هالباش شك بزوح وساوس زيبو لسب تدأ خوينو تتأرات إركان لها إذن توضأ واترك الريب تزد أراتركا قدفو تزيد أراتركا ودو مجداديو إذن ودو كاجدد تزيد أراتركا أوتو. هذا الحديث يا أخوان أصل في باب الورع أبناء ورع تذكريو بمعنى يترفدوا أبت حلال حرام اتي ولو زخون شبهات زلو كابو خطرحا كم زل كمالتيو الأخذ باليقين. إذن معنى هذا الحديث يرجع إلى الوقوف عند الشبهات واتقائها زخون نقر شبهات زلو زدناقر زدراتر انتدا خوينو نعو قدف الحلال المحض تتصوري حلال فلوتيو مؤمن آيت أراترونيو الحلال ترح قبريخا والرأي بتقول زي مترطار قلق نمسألك دماني طمأنينة ديه بكا دماني نعو قديفكا أبتي يقين زخونة زي الطراتر أبو تقعازيخا. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كابتن حتى تحتي تازلا لتا آية أبسورة المؤمنون زلا حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا تبل ترقمناتا بزعباء إمام ابن كثير رحمة الله عليه انتهى يبلو يخبر تعالى عن حال المحتضر عند الموت من الكافرين أو المفرطين في أمر الله تعالى. ربنا عز وجل أبزاء يازئة حتى إذا جاء أحدهم الموت موت مسمز أب سكرات الموت مسمز حسني رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا يبل يا رب نابو الدنيا كال أي ملوسوني خير كسرح يبل من يتخم زبل يبلو ابن كثير رحمة الله عليه أبتاقي زي موت يا اتكافر زنبرة كحدي ويدماني المفرطين في أمر الله تعالى تزازاتنا يا ربي نتيكم زقو عزو زنبورو أبتاقي زي تيا يسألون الله تعالى الرجعة إلى الدنيا ليصلح ما كان أفسده مدة حياته اتي أبهي وتابو الدنيا كله أبلا شوز نبر أكايدون خعري حجي ربي رجعوني لعلي أعمل صالحا إبل يا رب ملوسوني نابو الدنيا يا رب أبو الدنيا انت دا أتمليسة انت دا أمليس كاني عمل صالح كقبرية إبل إذا دماني لك كمتي ربنا عز وجل أبكالي آيات زبولوين وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب
ربنا عز وجل كابتي ذهبناكم رزقي كابتي شيشاي ذهبناكم كابو إنفاق قبورو صدقاء قبوريكم قدمي موت كيمزأكم كله من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب قرب عدمي قرب جزي قرب عدل تتبنسني فأصدق وأكون من الصالحين كابت ذهب كاني شيشاي كابو صدقة كجبر كم أدماني عمل صالح كجبر كابتم صالحين كخوني بل ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون الله عز وجل دماني لنفسي ودسب تازخة بولو أجر دماني كابا دماني كالي عدل يوهبوني كم وين ربنا عز وجل بسورة إبراهيم وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أتهم نفسهم دعمتوا أبذلهم زنبورو موت مسمت ويدماني مقصعتنا يا ربي كمتسون كله ربنا أخرنا إلى أجل قريب قرب عد الهابنا يا رب يبلو نجب دعوتك تي كل من قد قنعنا من قدي سلمنا تتسويعنا زنبرنا نعوح رايكن كتلنا ونتبع الرسل يبلو أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال كان محجوينكم كم تبليكم نيركم شجر مصيبة كوردكم من كله ناب ربي تملسنا لنا تبلو رهوة خمسون كله دماني نبتز نبركم موتم اللسو ولذلك إذا أبصرة المؤمنون زلا أبحثوا تتقيسا زلا كلا إنها كلمة هو قائلها إلو ربنا عز وجل عبد الرحمن بن زيد بن أسلم تايبلو أي لا بد أن يقولها لا محالة كل محتضر ظالم عماتي من قد ربي قد يفوز نبره أبتام موت كتمتس إن كلا أبظلم زنبره سب كل إذب لازي آيبلو كلا أي لأنها كلمة يعني زي كونيو مملاس زبها ليلن أي سؤاله الرجوع ليعمل صالحا هو كلام منه إذا زبلو زلو يا رب ملسني عمل صالح كجبري زبل دلو قول لا عمل معه قال دا أينبري عند جناه إن أنت دملس تكبراوي أي موعلون نيرو ولو رد لما عمل صالحا ولذلك ربنا عز وجل إذا قال زي أزبلوا نحسوت دا أنبر حق أنت كم زي بالله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون له أبتار بزخل كلامنا وعاون مستمر سنيرهم يبل والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد كابتن حتى تحتي تازلا كوف كتبلن كلخا من البشاب كبز بلا نجر اجرخا حدا اجرخا بلحليا حدا اجرخا سقيلكا كوف مبال يتصلا ديو ويدما كل ديو زبل حتلو لا ازي كوف بهلازي اب حديث نعوز خلكل يلن اجرخا قبلكا لا اجرخا سقيلكا كوف كتبل دخل كل نجر يلن إلا بحكمنا من الباش قال قدات يمتزين نوح كزيخوم إلكا كوف مبال زبل انت دا قدات اللو خينو كترحق لك لكن اب شرعي نعوز خلكل يلن نعم حديث لنا كلتا حديث لنا يا رسول عليه الصلاة والسلام بحقوقها ديك اسكان كلها اقرخا برئيس اقرخا كنخسقل زخل كلالو حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى إبلو وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره بحقودك اسم كله أقرو أبرز أبتحاد أقرو سقيلو كدك اسكال كيلوم زبل حديث هلو كالي حديث دماني حديث عباد أو عباد ابن تميم عن عمه انتايبلو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد أم مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام رئيهم واضعا إحدى رجليه على الأخرى يعني بحقوقهم دكيسهم تحد أقرهم أبلع لحد أقرهم
سقيلو موري أيوم زبلالو نزع علماء انتايبلو اتي زخلكل زلو ويتا كلكل تحاديث انت دقا إيزار تخدينكا لخا خوينكا كمزي تتأمتمكايو تخدونو انت دقا خوينكا اتخدانكا عورخا تقلع انت دقا خوينكا ازي تخلكل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بحقوقهم دقيسهم اقرام تحادي أبرئيس حادي سقيلهم من كله ورئيهم كملن كله إذن بقاري انت دقا عورخا زي تقلع خوينكا أخا. إذن أما أبلع الزبالة نقر أب كرسي كوفيل كان كلخا نزي نقر زخلكل يلن. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.